السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم والف مرحبا. اخر احداث اللي وقعت اليوم في الصباح مورا الفجر مع خديجه زوجة هشام اللي كنا عارفين بانه مريض بالسرطان. الله يشافيه ويشافي جميع مرضى السرطان يا رب العالمين. الناس اللي متبعين الاخبار ديال هشام وخديجه كيعرفوا باللي البارح نزلات في واحد ستوري في موقع الانستغرام كتقول باللي هشام حالته مره مستقره مره ماشي مستقره، وانها عندها واحد اليقين كبير في الله سبحانه وتعالى ان الزوج ديالها غادي يبرى وغادي يرجع كيف ما كان بصحيحته. املها في الله كبير كبير بزاف، وطلبت منكم الدعوات ديالكم تدعيو مع هشام باش ربي يشافيه ويقعد وسادو ويرجع كيف ما كان. خديجة بعد صلاة الفجر حست بالوحدة، حست بواحد الثقل كبير على قلبها، حست بالضعف. وتلقات راسها كتكتب في ستوري عبر الانستغرام وكتقول: يا هالشوم يا الحب يا الروح ديال خديجة، بدموع بالقلب كل ايمان وباقين في الله يا ربي، نكون غير كنحلم وتولي لي بخير وعلى خير. دعواتي ودعوات لا اله الا الله محمد رسول الله كلها معك. هادشي بوحدو كافي باش نعرفوا ان هشام انسان زوين عند الله، حبب فيه الله عبادو بلا حتى شي مقابل. هشام كنقولوا انه ملاك ديالي، الصديق والاخ والزوج الحنون، والزوج اللي بكل فخر كنصلي وكنقول الحمد لله عليه. هشام هو كلشي في حياتي. ما عرفش علاش كنكتب هذا الشيء لكم، وقيلا حيت حسيت بواحد العجز خايب بزاف. صليت ودعيت وجيت نقول لكم ما تنساوش هشام من الدعوات ديالكم، هو وجميع مرضى المسلمين، والحمد لله على كل حال. كما لاحظتوا خديجه مسكينه كتحاول ما امكن تواصل معكم، لان بعد داك الضجه اللي وقعات ليها الناس اللي كتقول انها قضات غرضها وما بقاش كتبان، وناس اللي كتقول ان هشام خصنا نعرفوا اخر الاخبار ديالو لان راه في قلبنا وكنبغيوه. ايه ما عليكم الا الدعوات ليه، دعيو صليو وطلبوا الله يشافيه. وحاولوا ما امكن تحسوا بخديجة والغايب حجته معاه. خديجة كتعيش معاناة كبيرة لأن الزوج ديالها أو الصديق والحبيب ديالها كتلقاه كيدوب شوية بشوية قدام عينيها. فحاولوا ما أمكن تعذروها وما تبقاوش يعني كتكتبوا داك لي كومونتير اللي كتزيد تكمل عليها. فهي محتاجة الدعوات ديالكم، محتاجة الكلمة الطيبة اللي تواسيها في هاد المعاناة هذه اللي كتعيشها. وايضا خديجه حطت واحد الصوره كتبين ان السرير ديالها قدام السرير ديال الزوج ديالها. هذا الشيء شنو كيعني انها كتعيش معاناه كل دقيقه وكل ثانيه، يعني انك تشوف طرف من كبدتك كيدوب شويه بشويه قدام عينيك. راه مرض السرطان راه ماشي سهل، مرض السرطان راه كياكل في الانسان شويه بشويه. نتمنوا له الشفاء، نتمنوا تنزل شي معجزه إلهية ويتشفى لينا هشام ويرجع لحياته الطبيعية وتعود البسمة للوجه ديال خديجة. والصراحة إحساس صعيب صعيب بزاف. فالله يخليكم دعواتكم ثم دعواتكم ثم دعواتكم لهذه الأخت الطيبة اللي الصراحة وقفات مع الزوج ديالها وقفة رجل، ما تخلش عليه في أصعب الظروف. فعذروها، ما تبقاوش كتلوموها. الكلمه الطيبه راه زوينه بزاف. حاولوا في التعليقات ديالكم ما تبقاوش يعني تكونوا قاصحين، فشويه ديال الطيبه، لان كما سبق لي وذكرت الكلمه الطيبه راها صدقه. الخوت حاولوا ما امكن تبارطاجيو هذا الفيديو هذا لاقرب الناس لكم باش حتى هما يدعاو مع خديجه، يدعاو مع هشام باش ربي يرجعوا الحياه الطبيعيه، لان هذا الوضع اللي كيعيشوه وضع صعيب 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 بزاف. نتمنوا ليه الشفاء وجميع مرضى السرطان يا رب العالمين.